انا مش عارف الزفت ده اتاخر ليه. ده انا بقالي 3 ساعات مستنيه. يا ريت كنت رحت جبت الحاجه دي بنفسي. وعلى راي المثل، يا مستعجل وعايز تمشي من الجزيره هتروح امريكا ويركنوك زي الخميره. السلام عليكم يا سوسام. معلش انا عارف اني اتاخرت عليك بس غصبا عني. عبالت لما جبت لك الحاجه اللي انت عايزها دي. يا اخي حرام عليك. ده السواق بتاع الطياره كل شويه يدور ويقول لي انا هطلع، وانا اقعد اتحايل عليه. ورحت جبت له علبه سجاير ام لولا بطل الطياره واستناني. المهم، جبت الحاجات كلها اللي قلت لك عليها. عيب عليك يا سوسام، كل حاجه زي ما انت طلبتها بالظبط. ادي يا سيدي 3 كيلو كشك بلدي من الاخر، وجبت لك 5 كيلو ملوخيه ناشفه، و2 كيلو فسيخ تعتق 10 سنين. تاكل الفسيخيه من هنا وتتقلب من هنا. ماشي يا سيدي، متشكرين. وبعدين دي حاجات سهله ومتوفره في اي مكان، مش كيمياء يعني. واي حد كان يجيبها ويجي لي بدري عن كده. ما انت غلبان يا سوسام، اصل الحاجات دي مش اي حد يجيبها. وبعدين اللي اخرني الكشك، لفيت دايرات كلها ما لقيتش غير 2 كيلو، فطلعت على المنيا ورحت جبت الكيلو اللي ناقص من درمواس. انما اقول يا سوسام، انت واخد الحاجات دي كلها معاك على امريكا ليه؟ علشان تفكرني بمصر ام الدنيا والنادي الاهلي اللي قضيت فيه اجمل ايام حياتي. يا سلام، كانت غلطه عمري لما فكرت اسيب الاهلي. يلا الحمد لله. بقول لك ايه، جبت لي التوم والبصل والعيش الناشف اللي قلت لك عليهم. بصل ايه وتوم ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ ده انت هم 300 جنيه اللي انت مديهم لي. ده انا حاطط من جيب فلوس في الحاجات اللي جبتها لك دي. وبعدين يا سيدي لما تروح امريكا ابقى ابعت لي حوالي شويه دولارات يعني كده، وانا ابقى ابعت لك باقي الحاجه شحن. دولارات ايه وزفت ايه بس؟ ولا ليها اي لازمه الفلوس. هناك محدش يعرفني من الجمهور، والاجواء عندهم في الملاعب تعبانه والجو يقرف. منهم لله اللي وزوني ان اسيب الاهلي واروح امريكا. خلاص يا سوسام، لا تبكي على النوتيلا المسكوبه. ما انت كنت قاعد في الاهلي ونجم هداف الفريق، وسام ابو علي راح وسام ابو علي جه، والفدائي جاب هاتريك والفدائي جاب سوبر هاتريك. بس هنعمل لك ايه، انت اللي جريت ورا الفلوس. والفلوس مع التيوس. يانا، يا شماتة جرد شيار وطاهر فيا. دول بعتلي على الواتس اموشن اللي مطلع لسانه ده، وبيقولوا لي خلي امريكا تنفعك. الصراحه عندهم حق. ما انت كنت مخليهم قاعدين على الدكه مش بيتحركوا خالص وكنت بتغص فيهم. بس خلاص يا سوسام، الاهلي جاب احسن منك. محمد شريف المخيف ده لعب نص ساعه بس جاب جونين. يا دي الوعة السوداء. يعني حتى كده لو هعوز ارجع الاهلي مش هينفع؟ ده كده ممكن محمد شريف يقعدنا على الدكه. يا ريت يا ريت كانوا يرضوا يرجعوك وحتى تقعد على البوابه بتاعت النادي. بس خلاص يا سوسام، اللي يطلع من الجزيره عمره ما يرجع حتى لو حماته كانت وزير.